بصوا يا جماعة، في موضوع البنت بتاعة المترو دي، يعني أنا عايزة أقول كفاية إرهاب على البنات بقى، كفاية إرهاب بجد. يعني البنت مش سالكة في الجواز، مش سالكة في الشارع، مش سالكة في المواصلات العامة. في ناس صراحة طلعوا قالوا كل اللي انا كان نفسي اقوله، فكسوا عليا الفيديو اللي انا كنت عايزة اعمله النهاردة اصلا. لكن انا شايفة ان اللي الراجل ده عمله ده اسمه، او ده نوع من انواع الارهاب. الارهاب مش بس بندقية، الارهاب مش بس انك يعني هما في ممارسة للارهاب على البنات، انها اتحجبي والا انت تبقي عاهرة، اتحجبي والا مش هتتجوزي، والله اقول لكم على حاجة من ضمن انواع الارهاب. وقت ثورة 25 يناير كنت عايزة انزل، لان انا معترضة على سياسات مبارك، كنت معترضة، فكنت عايزة انزل. لقيت نوع من انواع الارهاب الاجتماعي على الستات، انهم البنت اللي بتنزل دي فدي بنت عايزة تتجوز، بنت مش لاقيه تتجوز. وده اتقال، واللي حضر منكم 25 يناير عارف ان كويس قوي ان ده اتقال، ان البنات اللي نزلت دول بنات مش لاقيين عرسان، مش لاقيين يتجوزوا، فكانوا عايزين فبيدوروا على عريس فنزلوا. وده اللي خلاني ان طول فترة الثورة انا ما نزلتش غير لما الجيش نزل، عشان حسيت بالامان. ولما نزلت في شفت ناس، يعني كذا حد اتعرف عليا، وكذا حد كان عايز يرتبط بيا في الميدان. انا ما رضيتش عشان الكلمة الارهابية بتاعت البنت اللي بتنزل الميدان عايزة تتجوز. فاحنا في ارهاب للستات والبنات طول الوقت. فكمان ارهاب في ان راجل ازاي هي تحط رجل على رجل، لا سيادته ما شافش الواد ابو بنطلون مقطع اللي قاعد جنبيه. محدش يتكلم بالنسبه بقى للناس اللي بتقعد تقول لك اصل القيم والاخلاق الحميده. طب هو ليه ما بتتكلموش على القيم والاخلاق الحميده لما الرجاله الانطاع بيبقوا قاعدين وسايبين الستات واقفه، وممكن تبقى ست حامل وسايبينها واقفه، ويقول لك اصل ايه اللي خرجها من بيتهم؟ ايه اللي خرجها؟ عشان في ناطع زيك مش عايز يصرف، ولو ناطع زيك طلقها، هي ما بتلاقيش تصرف. وبعدين اصلا افكار قديمه ومتخلفه ان الست بتشتغل بس عشان خاطر الفلوس. فالمهم ان الراجل ده يعني ارهب البنت وقام ضربها. حتى لو ضربها ضربه خفيفه قام ضربها، اعتدى عليها لفظيا، اعتدى عليها جسمانيا. وعلى البنت انها تقعد تبرر بقى هي ليه عملت كده. والله العظيم انا بحكي لحد، وبحكي لواحده ست، بقول لها تخيلي ده في حصل كذا كذا في المترو، وحطت رجل على رجل، فالراجل اللي قام عمل فيها كذا كذا. قالت ما يمكن يعني هي الست ما شافتش حاجه، قالت ما يمكن هي وهي حاطه رجل على رجل رجلها باينه. اساس ايه بقى؟ يعني كمان ان الست غلطانه، ما يمكن غلطانه. زي بالظبط اللي بتتحرش، ما يمكن هي لابسه عريان. انا ما شفتش ست في مصر بتلبس ميني جيب في الاماكن الطبيعيه العاديه، يعني ما شفتش ست لو بتلبس بنطلون او العبايه الزفت الخرا اللي بقوا يلبسوها دلوقتي، فرجلها ازاي هتبان حضرتك او حضرتك؟ ما هو الارهابيين دول، الناس اللي زي دول بيبرروا لهم ارهابهم. في بقى ناس جميله قوي قالت فين امن المترو؟ امن المترو، امن المترو هيقول ده راجل كبير، وهي اعتذري له. بصي يا بت، بصي يا بت من بق يا بت، يا قليله ادب يا بجحه يا سافله. راجل جاي من ورا الجاموسه يا بت يا سافله، تقومي حاطه رجل على رجل قدام؟ ده انت قادره، قادره، ده انت قداره، ده انت فجره. بالمناسبه دي يا جماعه، وقت الثوره كان في راجل زي ده، خرنج زي ده كده، بدقن، بس ده كان بقى بدقن وسلفي وكده. كان راجل كبير ولواء سابق. هو بيقول ان هو لواء سابق، بس المهم هو كان راجل كبير ولابس اللبس السلفي اللي هو الجلابيه القصيره البيضه ومش عارفه وايه، وطالع في المترو يدعو البنات ولاد الكلب الملحدين للاسلام بتاعه، للاسلام اللي هو يعني بتاعهم هم، يعني اسلامنا اللي احنا عارفينه ده عارفينه، ربنا رحمه وقال لست عليهم بمسيطر. لكن الاسلام اللي هو بيدعو ليه ده بقى طلع في المترو يدعو للاسلام. فواحده ست بتقول له انت اصلا ايه اللي مركبك عربيه السيدات؟ هي بنت مش ست كبيرة يعني، في العشرينات. ليه وليه قالت له كده؟ عارفين يا جماعة ان البنت دي الراجل ده مسكها عجنها ضرب جوه عربية المترو بتاعت السيدات، والستات كمان معاه بيضربوها معاه عشان ردت على الراجل وقالت له انت بتدعونا للاسلام، هو احنا مش عارفه ايه. امن المترو بقى فين؟ امن المترو تدخل، تدخل طبعا. تدخل عمل ايه بقى؟ اجبرها على الصلح. زي بالظبط اللي بتتعرض للتحرش في الشارع، فلما بتروح تعمل محضر في القسم فبرضه بيغصبوها على الصلح، والا
اعمل محضر يا ابني قدامها ويبقى حبس قدام حبس. لقوا الأكادة ان كان في حادثة زي كده، حبس قدام حبس، فطلعوا الواد. مستقبله، مستقبله وانت يا كلبة يا سافلة، الواد اتحرش بيكي خلاص، حرام عليكي مستقبله بقى، ما قلنا لك استلحي معاه. طب اتحبسي يا بنت بقى في الحبس الاحتياطي وهو يخرج. خرج على فكرة، انا بتكلم عن حاجة حقيقية حصلت. طب اقول لكم على حاجة، انا مرة من كام سنة كده وانا ماشيه رايحه شغلي، ففي توك توك ماشي جنبيا، راح لمس جزء من جسمي والله، وجري، لا لحقت اشوف مين ده، ولا لحقت اشتم، ولا لحقت حتى اشتم ان انا اعبر عن، ما لحقتش. دقيقتين بالظبط كنت بقى في الشارع بتاع شغلي نفسه، دقيقتين، بعد دقيقتين بالظبط جه توك توك تاني ولمس جسمي تاني. انا حسيت بقهر، مش هيحس بالكلام بتاعي غير الستات. ويا لا، مش كل الستات برضه هتحس. المهم طلعت شغلي، اول ما طلعت قعدت اتفلقت من العياط، قعدت عيطت عياط انهيار يعني. فجت واحده زميلتي كانت صاحبتي واكبر مني ب 13 سنه، وحجبت الله ولابسه حجاب والحاجات دي، وقالت لي مالك يا نوسه بتعيطي ليه؟ فقلت لها اللي حصل. يا نهار، اول ما قلت لها اللي حصل تفتكروا عملت ايه؟ مش ممكن هتتخيلوا هي عملت ايه. ضحك، كركره ضحك. انت بتعيطي كل ده عشان واحد لمست جسمك؟ يا فلان بتندع مين؟ فلان بقى اللي بتندع عليه ساعي، ساعي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. الحق الحق تعالى شوف انوش، شوف انوش بتضحك عشان ايه، بتعيط عشان ايه. فقال لي يا انوش مالك بتعيطي ليه؟ فقالت له اسكت، ده في 2 تكاتك لمسوا جسمها وهي ماشيه. هي نفسها عيط. قعد هو عمل ايه بقى؟ قال لها عيب يا وليه تلمي. قعد يضحك ويكركر وهي تضحك بيضحكوا كده، ضحك ضحك يعني. وانا عماله اعيط ومش مصدقه نفسي ان في حد ممكن يضحك على حاجه زي كده، يضحك ضحك ضحك يعني كانه بيشوف مسرحيه كوميديه، يعني مسرح مصر مثلا. فكفايه ارهاب بقى للمصريات. عبد الله رشدي ده اللي طالع اللي بيتكلم على البنت بتاع المنوفيه اللي هي من حقه يغتصبها، ومن حقه ياخدها غصب عنها، ويدلق عليها ميه نار ويفرتكها. الازهر اللي هو بقى دولة داخل دولة، اخباره ايه؟ بيتكلم عن حاجة؟ لا، ده انا نسيت ان الازهر عمل بيان تضامنا مع بتوع رابعة اللي كانوا بيستدعوا امريكا. طب فين الاعلام، فين الدولة من الكلام ده؟ احنا كل افلامنا يا جماعة، بما في لسه شايفة فيلم اسماعيل ياسين في الاسطول، كل افلامنا الست تبقى متنمرضة على الخروج، يعني بدل ما الراجل يبقى خروج، لا هي اللي وحشة وقليلة الادب، وفي الاخر الفيلم عشان تتعدي لازم تاخد بالقلم. كل افلامنا اللي هي بتاعت ماجدة الصباحي اللي هي كلها الست تاخد حقها وتشتغل وتعمل، في اخر الفيلم لازم تعقل، تعقل فتقعد في البيت بقى وتضحي. فاتن حمامة لما كانت اللي هي في فيلم اللي هو المحامية اللي هي الأستاذة فاطمة ده، آخر الفيلم هي عقلت وعرفت غلطتها رغم انها محامية شاطرة، عرفت غلطتها وهتقعد في البيت عشان التاني الفاشل هو اللي يشتغل وكده يعني، وكده اهوت، مع ان هي اللي طلعته من السجن وكده. فكل افلامنا حط من المرأة وضرب في المرأة. المسلسلات بتاعتنا دلوقتي السرسجة كلها سرسجية، لازم الست يتجوز عليها 1 2 3 من ايام ما الحاج متولي، واصله بيعملنا كلنا زي بعض، زي كلنا معيز زي بعض. يعني انا ساعات بيعيني الكلام، مش عارفه اقول ايه يعني، بقف كده عند لحظه وهنج.